عمركش فكرت عمركش ايه عمرك ما فكرت مين كان بينافس مجالات ميكي زمان؟ يعني مثلا احنا عندنا حاليا بدل من شيبسي عندك مثلا بيك شيبس، او بدل كفس عندك خلطة فرايد تشيكن. في الحقيقة كان زمان بديل لمجلات ميكي واحدة من اروع واجمل واحلى المجلات اللي ممكن تقراها في حياتك، وهي مجلة فلاش. لا مش ده. هي دي. ثانية واحدة، ما تعرفهاش؟ اطلع بره قناتي، روح شوف لك حاجه تعملها، كل بيستاشيو، روح كبس على تيك توك، اعمل اي حاجه، اطلع بره. لا ما تعملش الحاجات دي، انا بهزر. بيستاشيو ايه بس؟ اعوذ بالله. تعال اقول لك ايه المجله دي. مجله فلاش هي سلسله قصص مصوره من تاليف ورسم الفنان والكاتب المصري خالد الصفتي. نزل اول عدد منها سنه 1989 وتوقفت في اواخر التسعينات، يعني على سنه 2000 كده، وبعدين رجعت تاني من كام سنه كده بطباعه جديده للاعداد القديمه المشهوره مع بعض الاعداد الجديده. ومع العوده دي اتعمل لها مسلسل انيميشن على منصه شاهد، وده اللي هنركز عليه الحلقه دي. المجله دي كانت بتتميز باسلوبها الساخر والبسيط، كان فيها مجموعه كبيره من الشخصيات المتنوعه، واللي في الحقيقه كنت محتار اعمل فيديو عن اي شخصيه فيهم. عندك مثلا من الشخصيات دي خليل البخيل، وده راجل من يهود مصر زمان، بس اظن واضح ليه مش هتكلم عنه من الاسم اساسا. يا ده لا تخزي الشيطان، كازينو ايه وسيمة ايه اللي عاوزة تروحيهم. وعندك الثنائي الشهير الكابتن غريق والبحار الغبي، بس الصراحه دول اتفه من ان هما ياخدوا حلقه. قلت لي كنز جدك ده كان عبارة عن ايه؟ دهب وياقوت والماظ وحاجات كتيرة. ماشي يا عم علي بابا. ولكن في شخصيه دايما كانت بتاخد تفكيري، ودايما كنت بحب اقرا القصص بتاعتها، والشخص ده هو المواطن المطحون منسي افندي. فين منسي افندي؟ 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 فين منسي؟ مين هو المواطن المطحون؟ الاسم منسي افندي، والوظيفه موظف الخزنه في احدى الهيئات الحكوميه اللي هو بيقبض الناس وكده يعني. فاكرين في حلقه مستر سمول لما قلت لكم ان في حد كلنا عارفينه اسمه استاذ اشرف اللي في الدور الرابع؟ هو ده بقى منسي مواطن غلبان جدا، جسمه عباره عن هيكل عظم من قله الاكل، وعايش على اوضه في السطح. من كتر فقره بيرسم ويكتب كده على الحيطه بتاعت اوضته واللي هي اماكن الاساس وكده، يعني يكتب هنا مثلا في ثلاجه، هنا في سفره كده يعني. ايوه كده، يا سلام. الواحد لازم يشبر نفسه بأكلة حلوة كل فترة. وبينام على الارض يعني. وعنده اخ غني جدا جدا اسمه انسي، ده بقى عايش في قصر بقى ومرفه، بس يعني رامي منسي ده في الزباله. يا حبيبي، ما دام نفسك في اللحمه للدرجه دي ما قلتش ليه؟ ما هو البركة في ناني مراتك. خلاص، خليك كده احسن. ها؟ لا، اللحمه تفسد اخلاقك يا منسي. طبعا انت لما تسمع الكلام ده تقولي حرام، شوف مطحون ازاي. بس في الحقيقه منسي عنده وجه اخر مليان شر واذى. طبعا زمانك دلوقتي بتقولي شر واذى ايه؟ مقدار الشر والاذى اللي ممكن يطلع من كائن غلبان ومطحون زي ده مجرد موظف حكومي. وهي دي المشكله. عشان تفهم اكتر تعالى معايا في تجربه سجن ستانفورد. حلو صدى الصوت. في سنة 1971 جه عالم اسمه فيليب زيمباردو. فيليب زيمباردو؟ ماشي. زيمباردو قسم مجموعة من الطلبة لمجموعتين، مجموعة تعمل دور سجانين ومجموعة تعمل دور سجناء، وكانوا كلهم متساويين قبل كده، ناس عادية، وكلهم كانوا زمايل وفي نفس الحالة المادية والاجتماعية. وعمل تجربة في القبو بتاع جامعة ستانفورد اللي اتجهز كأنه سجن، وبقوا بيتصرفوا على أساس إن هم سجانين وسجناء. النتيجة بعد يومين بس السجانين بدأوا يعذبوا ويسوقوا معاملة السجناء، نفس الأشخاص اللي كانوا زملائهم من شوية. التجربة اتوقفت بعد 6 أيام بس، بدل ما كانت هتكمل أسبوعين زي الخطة، لأن الأمور خرجت عن السيطرة. التجربة دي بتوضح إزاي إن الإنسان لو معاه سلطة على إنسان غيره، حتى مهما كان ضعيف أو مظلوم قبل كده، ممكن يتحول لشخص مؤذي جدا. طيب يا عمر، ايه علاقه ده بقى كله بمنسي؟ مش فاهم. منسي فعلا غلبان وممكن يتحط في موقف انه يروح لهيئه حكوميه وبرضه الموظف يرخم عليه، ولكن اول ما يتحط في ايده التحكم في اي مصلحه من مصالح الناس يبدا يذلهم. وده بيبان في حلقه من الحلقات اللي كان منسي فيها رايح هيئه حكوميه، ولقى الموظف اللي هناك محترم وبيخلص مصالح الناس بسرعه. والغريب ان منسي ما اتبسطش خالص، لا ده فضل يعطل في الموظف عشان تيجي الساعه 2 وما يلحقش يخلص كل مصالح الناس. فين صورة البطاقة القديمة دي؟ ناقصة صورة المؤهل. لا. ومع ذلك الموظف خلص لكل الناس مصالحها. لا 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 يا لهوي، لا 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 لا. ومنسي فضل قاعد محبط كده في الزاوية لحد ما الساعة جت 2، والموظف قال لمنسي الجملة المشهورة: لا والله يا فندم، خلاص ده كان زمان، الساعة دلوقتي عدت 2. بجد؟ يعني فعلا افوت عليكم بكرة؟
هفوت عليهم بكرة. وهنا مانسي بينط من الفرحة إنه قدر وأخيرا يبوظ ضمير الموظف بنجاح. هل ده معناه إن مانسي شرير؟ لأ، هو بس ممكن يكون مش عايز يفضل في الدوامة لوحده، ممكن يكون عايز يجر زمايله عشان يفضلوا هما كمان في دوامة من كتر ما هو حاسس بالإحباط. هو بس مشكلته إنه ممكن يبيع ضميره لو نفسه مثلا في ربع كباب. أنا نفسي ممكن أعمل كده لو نفسي في ربع كباب عادي. ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني هو ما بيعملش الشر ده بنابع شرير، لا هو بس نفسه في طاجن باميه باللحمه. انا عارف ان دخلتك في موضوع عميق وتجربه وستانفورد وعلم نفس وزيمباردو وحاجات غريبه كده، بس الحقيقه بتاعت مانسي بتظهر في حلقه كان بيرقص فيها مع الشيف الشربيني في التلفزيون، وهو بيتخيل انه بياكل بقى ورك فراخ وطاجن باميه والحاجات دي. ايه البرامج التافهة دي؟ 1 second later. احمدك يا رب. فما اظنش ان الموضوع عميق كده ولا ايه؟ المهم نرجع للمسلسل الكرتون. الموسم الاول كان مؤدي الصوت لشخصيه مانسي كان شريف حمدي. برجاء التأكد من صلاحية الكارت وشراء دمغة ب20 جنيه. والموسم الثاني كان اسلام فوزي. يا كابوسة، إلهي يستر عرضك يا أستاذ مفهوم، إلهي لا يضيع لك ولد ولا يلوع لك كبد، إلهي. في الموسم الاول كان الحلقه الواحده فيها نظام سكتشات، يعني مثلا اول سكتش حريص بيتخيل نفسه انه صابونه لسبب ما. انا الصابونه بونا 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 بقضي على الجرثومه سومه 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 سومه، وعشان يبقى عندك معلومه انا والجراثيم في بينا خصومه. وبعدين مانسي مثلا مع شيف الشربيني، وبعدين خليل البخيل وهكذا. يا ولية يا ولية، ليه الفسح وليه نصرف المصاريف دي كلها؟ مع حلقه تقريبا مدتها ما بتعديش 10 دقائق، ولكن في الموسم الثاني كل حلقه كانت بتتكلم عن موضوع واحد بشكل طويل. لكن في ايجابيات وتطورات في الموسم الثاني كتيره، زي تحسن كبير في الاخراج والانيميشن، والحمد لله قللوا شويه المؤثرات الصوتيه السخيفه اللي كانت في الموسم الاول. من الاخر انا هعمل الحلقه دي عشان اعرفكم على كرتون مظلوم جدا وشخصيات جميله محدش يعرف عنها اي حاجه. لو جات لك الفرصه في اي وقت تشتري عدد من فلاش وتقراه ما تترددش، المجله دي تستحق اكتر بكتير. وبس دي كانت حلقه النهارده. الحلقه دي كانت المفروض هتكون حلقه تانية من النباتات ضد الزومبيز، ولكن الحلقه اتلغت بسبب بعض المشاكل في المونتاج والتصوير، ولكن ان شاء الله هنرجع للسلسله دي قريب. وبس في النهايه قول لي ايه رايك في شخصيه مانسي، وقول لي عايزني اتكلم عن شخصيه او كرتون ايه في الحلقه الجايه، وما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك لو الفيديو عجبك. وبس مع السلامه. لو وقف قدامك اي سؤال اعمل حسابك انك خلاص معاك الحلال. كلمني في اي وقت على 0900، ولو معكش رصيد خلي المكالمة عليا. عايزك تصحى وتفوق حالا مع علام، علشان في ثانية تنسى شكل علامة الاستفهام. كلمني يا صاحبي ولا هو كله كلام في كلام، صح كده معايا عشان الدنيا تبقى تمام. مع علام خلاص مات الكلام.